بين الهيد. واحده اكرم توفيق وقع فيها والتانيه الحارس شالها من على الخط. طب ايوه، وبعد واسلام عيسى لفوق بيشوط لفوق بس. ايه يا جدعان، هو في ايه؟ مش هنلعب؟ ويحيى زكريا الجبهه بتاعته منفوخه، مفيش اصلا، مفيش جبهه اصلا، ده هو ما جاش يحيى زكريا. واسلام عيسى، يحيى زكريا عمال يزعق فيه وهو مش في الحياه اصلا، هو مش موجود. طب وبعدين احنا مش هنلعب كوره؟ يعني انا الحمد لله انا نفسي اشوف مصر بتلعب كوره. احنا ما شفتهاش ده هي كان كوبر اللي كنا بنتريق عليه وبنقول بيدافع، على الاقل كوبر كنا فاهمين له حاجه، كنا عارفين هو بيلعب ازاي. كوبر بيلعب لصلاح، احنا نازلين عارفين منتخب مصر هيعمل كذا، دي حاجه حلوه في جمله معروفه. لكن ولا كابتن حسام حسن بيعمل كوره، ولا كابتن حلمي طولان بيلعب كوره. والله العظيم احنا لو جبنا كابتن علي ماهر كان ارحم من العك ده كله. لكن ايه، جايبين منتخبين وطنيين ما شاء الله، مدربين وطنيين زي الفل كده، خلاص احنا كده هنكسب كاس العالم يا. وكابتن حسام حسن فرحان، اكيد اكيد انا متاكد كابتن حسام حسن قاعد دلوقتي فرحان، فرحان في شمتان في كابتن حلمي طولان عشان طلع قال ما بيعرفش يدرب. طب انت بتقول ان كابتن حسام ما بيعرفش يدرب، حضرتك بتعمل ايه بقى؟ ما هو ده مش تدريب، دي مش كوره، ده قرف اللي احنا بنشوفه، ده قرف. احنا تعبنا، احنا تعبنا. انا عايز اتفرج على كوره، عايز اشوف منتخب مصر بيباصي كوره، بلاقي 1 2، الاقي واحده ار 2 في البعيده تطلع يا عم تسلم على الجماهير فوق. نعمل اي حاجه يا جدعان. ميدو جابر مش عارف يشم الكوره، واسلام عيسى بياخد الكرة ويطلعها، ومروان حمدي معزول، وقفشه ده ايه لازمته؟ قفشه بيعمل ايه؟ قفشه ما بيلعبش يا جدعان. قفشه شطب كرة من بعد القضية خلاص، هو جاب له جونين بعدها وخلصت على كده. لكن احنا قاعدين بنتفرج على منتخب الاردن بالبدله، يعني منتخب الاردن بالبدله، تمام. يعني لو نزل لنا يزن النعيمات ده بس لوحده، احنا ممكن نشيل 4 5 بالوضع اللي احنا فيه ده، الواد ده بس. انت فاهم؟ طب ايوه، وبعدين يعني احنا هنفضل كده لغايه امتى؟ الكوره في مصر هتفضل كده لغايه امتى؟ يا كابتن هنا بريدة، اي حد يا جدعان، اي حد في اتحاد الكوره يفهمنا، احنا هنفضل كده يعني ما نعشمش نفسنا في حاجه؟ اصل انا شايف نغمة ايه، احنا عايزين نصعد كاس العالم، احنا عايزين نعدي دور المجموعات في افريقيا، عايزين نعدي دور المجموعات في كاس العالم. ايوه، وبعدين بقى هنعمل ايه؟ يعني هل احنا لما نعدي بمستوى زي الاداء المعفن اللي احنا بنلعب بيه ده، احنا هنعمل ايه بعد كده؟ هنقابل مين؟ واللي هنقابله ده هيبقى عامل ازاي؟ ده يعني الكلام ده كله واحنا لسه بين الشوطين، انت فاهم؟ يعني الله اعلم ممكن ايه، نخش الشوط التاني نترزع 4 كمان، انت فاهم؟ محدش فاهم حاجة، وهنشوف في الاخر اللي هيحصل. بس اللي احنا فيه ده عك، وما ينفعش ما ينفعش نسكت عليه.